هناك خلاف كبير بين العلماء حول كوكب ذو الذنب، يقال أنه سيكون في آخر الزمان مع آية الدخان، وهناك بعض الأحاديث النبوية الصحيحة حول ذلك. ففي حديث رواه السيوطي عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لم أنم هذه الليلة. فقلت: لما؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يطرق الدخان. خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح. أعزائنا المشاهدين، قد يكون هذا الكوكب هو السبب في الدخان، وذلك ما يؤيده تأويل حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وربطه لآية الدخان بالكوكب المذنب. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. ورد عن السلف تفسيرهم للطارق بالنجم، وهو محل إجماع بينهم على تفسيره بالنجم كما هو ظاهر القرآن، إلا أنهم اختلفوا في تحديد ذلك النجم. ثم إن وصفه سبحانه له بالثاقب فيه دلالة على عظمة ما يحدثه حين الثقب، وهذا يطابق ما يقال عن الكوكب ذي الذنب، والله أعلم. كثيرا ما سمعنا وقرأنا لكتاب الغرب وهم يتكلمون عن كوكب مدمر سيهبط على الأرض فيدمر جزءا كبيرا منه، ويدعى ذلك الكوكب بالمذنب واسمه نيبرو. تعود هذه التسمية إلى الحضارتين القديمتين في الشرق الأوسط، وهما البابلية والسومرية، فهم كما يقول بعض الباحثين أنهم أول من اكتشف ذلك الكوكب وسماه بذلك الاسم، فأصبحوا بعد ذلك يعظمونه ويقدسونه ويعبدونه. ثم جاء الكتاب المقدس كما يدعي اليهود والنصارى، فجعل من ذلك الكوكب مصدر خطر سيحل بالبشرية في آخر الزمان، ليتم بذلك تطهير الأرض حتى تتهيأ لعودة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. الأمر الذي جعل منتجي الأفلام الغربية يتنافسون في تجسيد ذلك الحدث المهول، كالفيلم الهوليودي ديبن باكت التأثير العميق، حيث صور ذلك الفيلم اصطدام جرم فضائي بالأرض وإحالتها إلى خراب. يذهب بعضهم إلى أن موقع سقوط ذلك الكوكب ومكان التدمير سيكون على القارة الأمريكية، خاصة جزءها الشرقي، ويستدلون لذلك ببعض الروايات المذكورة في كتب أهل الكتاب التي تنص على تدمير مدينة كبرى في آخر الزمان، ومن أوصافها الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض، وسكر كل سكان الأرض من خمر زناها، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، إذ بسحرك ضلت جميع الأمم. وهذه أوصاف تنطبق على أمريكا. أصدر أغنى رجل في العالم إيلون ماسك تحذيرا صارخا للبشرية من نهاية العالم، فقد انتقل قطب شركة الفضاء سبيس إكس إلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر لتنبيه أتباعه البالغ عددهم 104 مليون إلى نظريته المروعة. ونشر إيلون ماسك رابطا لمقالة BBC حول موت الديناصورات، وغرد: سيحدث هذا مرة أخرى، مجرد مسألة وقت، في إشارة على ما يبدو إلى الهلاك الوشيك المحتمل للحضارة الحالية والبشرية. وتحدث تقرير BBC عن اصطدام كويكب يبلغ عرضه 6 أميال، أي ما يقدر 10 كيلومترات، بساحل المكسيك الحالية بقوة تزيد عن مليار قنبلة نووية، منهيا العصر الطباشيري بشكل مذهل. وجاء في المقال إن الكويكب الذي أنهى العصر الطباشيري أخذ معه الكثير من الكائنات. وتناغم العديد من معجبي ماسك، حيث قال أحدهم: يحدث بالفعل، وتكهن آخر: في 10% الماضية من ماضي الأرض نعلم أنه كان هناك 5 انقراضات جماعية كبرى كل 50 إلى 100 مليون سنة. واحتل ماسك عناوين الصحف لنظريات مماثلة الأسبوع الماضي بعد أن ادعى أن الاحتباس الحراري لم يكن أكبر تهديد يواجه جنسنا البشري. وبالمثل حذر رواد الإنترنت من أن الانهيار السكاني بسبب انخفاض معدلات المواليد يشكل خطرا أكبر بكثير على الحضارة من الاحتباس الحراري. وكانت هذه إجابة لسؤال طرحه أحد مستخدمي تويتر: هل إنجاب الأطفال هو الحل الوحيد؟ وكما قلنا لكم أعزائنا المشاهدين في بداية الحلقة، أشار إيلون ماسك أن الصوم أفضل رجيم، وكشف ماسك أنه حاول الصيام المتقطع ويشعر الآن بصحة أفضل، وذلك بعد أن تم تصويره بدون قميص ووزن زائد في الجزر اليونانية في يوليو الماضي.
وفي تغريدة له قال إنه فقد أكثر من 20 كيلوغرام، وذلك بناء على نصيحة صديق له. وشر: كنت أصوم بشكل دوري وأشعر بصحة أفضل. فما رأيكم أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة وفي تصريحات إيلون ماسك المثيرة للجدل؟ هل حقا يحدث ما يحذر منه إيلون ماسك، أم أن هذه تغريدات فقط لإثارة الجدل والرأي العام؟ نتمنى أن تشاركونا الرأي بالتعليقات، وإن نالت إعجابكم قوموا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر في تقديم المزيد، وشاركوها جميع أصدقائكم، وانتظرونا في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء. When I was a kid, I was wondering kind of what's the meaning of life? Like, why are we here? What's it all about? And I came to the conclusion that what really matters is trying to understand the right questions to ask. And the more that we can increase the scope and scale of human consciousness, the better we are able to ask these questions. And so I think that there are certain things that are necessary to ensure that the future is good.